السلام عليكم، عاملين ايه؟ كل سنه وانتم طيبين. تعالوا كده مع بعض هنعمل حسبة بسيطة قوي. لو كيلو اللبن ب25 جنيه وعلبة زبادي ب6 جنيه، يبقى المجموع كده 31 جنيه. هيطلع معانا بسم الله ما شاء الله 14 علبة زبادي في 6 جنيه يا جماعة، يعني حوالي ب84 جنيه. يعني ما شاء الله، حتى لو مش تعمليه مشروع كفاية انك وفرت لبيتك كمية زبادي بروتين عالي جدا مفيد جدا بطريقة سهلة وبسيطة قوي ومن غير اي تكلفة ولا اي حاجة خالص. تعالوا بينا نصلي على الرسول عليه الصلاة والسلام ونشوف بقى الجمال ده هنعمله ازاي. هنجيب كيلو لبن طازة، او حتى لو مجمد عندك في الفريزر مفيش مشاكل، سواء بقري او جمسي. المهم عندي يكون لبن مضمون. هغليه كويس جدا على النار واسيبه لحد ما يبرد. بمجرد عندي اللبن ما يبرد هضيف عليه علبة زبادي. كل كيلو لبن بياخد علبة زبادي واحدة كخميرة، مش هنعمل اي اضافات تانية، لا لبن بودرة ولا اي محسنات ولا اي حاجة، هي علبة زبادي بس. المضرب اليدوي كده اتأكد بس ان انا ضربتها كويس جدا في اللبن. ممكن تضربها في الخلاط لو ما عندكيش مضرب يدوي، بس لازم ان انا ادمجها كويس جدا مع اللبن. وبكده نكون جهزنا الزبادي. طيب انا بقى الزبادي اعملها ازاي؟ في صينية عندي عادية خالص، هجيب اجهز كوبايات عندي صغيرة، ممكن اجهز كوبايات شاي، ممكن كوبايات ازاز، ممكن فناجين القهوة. الكوبايات اللي متاحة عندك مفيش اي مشاكل. عايزة تعملها حجمها صغير اوكي، عايزة نعملها حجمها كبير، اللي يريحكوا زي ما تحبي. ونبدأ نملى الكوبايات بالشكل اللي قدامكم ده بطريقة بسيطة جدا. واحدة واحدة لحد ما نخلصهم كلهم. عشان تتكون خميرة الزبادي هنعمل ايه؟ انا هجيب صينية او ممكن حتى حلة، وهنزل فيها الكوبايات ويكون تلتينها مية، وهرفعها على النار لحد درجة الحرارة ما تكون حوالي 37 35 درجة مئوية، بحيث ان انا اقدر اتحمل سخونة. لو عندك ترمومتر تمام، ما عندكيش هتقدري تحسي بالسخونة بايدك. درجة الحرارة حوالي 35 او 37 درجة مئوية، واطفي النار واغطيها بغطا بشكل بسيط جدا وبطريقة سهلة قوي. هي تاخد معايا وقت حوالي 5 ساعات، او ممكن اعملها بعد الفطار واسيبها لحد السحور. اعتقد مفيش اسهل من كده. انا هرفعها على النار بالشكل ده وهسيبها حوالي ساعتين وارجع ابص عليها. حسيت ان لسه خميرة الزبادي ما اشتغلتش كويس، هرفعها على النار مرة تانية برضو لحد ما توصل لحد 37، واغطيها مرة كمان. ممكن اغطيها بغطا، بس ممكن اغطيها كمان بفوطة وسيبيها حوالي 5 ساعات بالظبط. تلاقي عندك احلى واجمل زبادي باسهل طريقة ممكنة، من غير فرن ولا جهاز زبادي ولا حتى كهرباء. شايفين ما شاء الله؟ شايفين الوش مكرمش وجميل قوي ازاي؟ شايفين القشطة؟ ما شاء الله. اعتقد مفيش اسهل من كده، طريقة سهلة جدا ومش مكلفة ابدا، ولا كهرباء ولا جهاز، وبكل سهولة تقدري تعمليها في البيت بأقل الامكانيات اللي عندك. شايفين متماسكة ازاي؟ وطعمة جدا، طعمها في منتهى الجمال. يا رب لو عجبكم الفيديو ما تنسوش الاشتراك في قناتي والشير واللايك لكل اللي بتحبوهم، ودمتم يا رب دايما بصحة وعافية.